اما حته خضه. ايه الحكايه اللي تخوف دي؟ الرجاله اللي فوق 60 سنه تحليل السائل النووي افضل بكتير جدا من شبابنا. اهلا بيكم وحلقه جديده من كوبايه شاي. حدوته النهارده للاسف تخوف. دخلوا عليا 3 شباب زي الورد. اهلا وسهلا يا شباب، خير؟ ايه الكشف الجماعي ده؟ الزعيم بتاعهم قال لي انا عرس بعمل التحاليل اللي هي قبل الجواز. الدكتور فاجئني وقال لي ان تحليل السائل النووي بتاعي مش ولا بد. استغربت جدا، قلت له ليه يا دكتور وانا زي الفل؟ قال لي انا بقيت اقول بالحاله دي كتير جدا. انا رجعت حكيت لاصحابي، احنا شله 10 تنفار كله قرر يعمل التحليل. 3 طلعت تحاليلهم وحشه اللي قاعدين قدام حضرتك دول. رجعنا للدكتور وقلنا له ايه العمل؟ قعد يقول لنا نمط حياتكم وطريقه حياتكم وحياتكم مليانه حاجات غلط وعليكم على الدكتوره دعاء، وقرر انه هو يحولنا لحضرتك وقال لنا قبل ما تبداوا الكلام معاها اطلبوها لي، عايزه اكلمها، فلو سمحتي كلمي الدكتور. الو، ايوه يا دكتور، ايه الحكايه اللي تخوف دي؟ ايوه يا دكتوره، بصي يا ستي، انا بقالي سنين شغال في الموضوع ده، لا يقل عن 100 حاله، 100 شاب بشوفه كل شهر. اللي بيحصل في السنوات الأخيرة فعلا يخوف. على الأقل 30% من الشباب اللي أنا بشوفهم عندهم مشكلة ما، من أول الكمية بالعافية بيعرفوا يجيبوا 2-3 سنتي لغاية العدد. أنت عارفة 20 مليون الطبيعي في الملي، ما يبقاش في حيوانات منوية أصلا، بقت بالهبل. حالات التشوه، الحركة، في مشكلة حقيقية بتعكس إنه في حاجة غلط في حياة الشباب دول. يا دكتورة، الرجالة اللي فوق 60 سنة تحاليلهم أفضل بكتير جدا من شبابنا. وكمان طلبت أكلمك عشان أطلب منك حاجة واحدة بس، أرجوكي وعي الناس. حاضر يا فندم، 1 كوباية شاي اهو عشان خاطرك. خلصت الحكاية المرعبة؟ تعالوا أقول لكم بقى إيه العلاقة بين كفاءة الحيوانات المنوية ونمط الحياة، وليه الدكتور ساب كل التخصصات وحولهم ليا أنا. نمرة 1 الوزن، وطبعا الأكل. التدخين بتدمر القصة دي كلها. حتى الرياضة لما تبقى عنيفة تأثيرها وحش. والملوثات والسموم حدث ولا حرج. طب أزيدك من الشعر بيت، تعرف إن بره في تحاليل دقيقة جدا وتفصيلية لقياس كفاءة الحيوانات المنوية، بيعرفوا منها العمر البيولوجي للإنسان. يعني إيه العمر البيولوجي؟ يعني عمرك في البطاقة حاجة وعمرك البيولوجي حاجة، عمر الخلية، كل خلية في جسمك وكفاءة عملها. يعني ببساطة شديدة جدا ممكن تكون سيادتك 20 في البطاقة، 60 في عمرك البيولوجي، زي ال3 شباب اللي اترصوا قدامي، والعكس كمان صحيح. ونيجي بقى للبوب الكبير، الحرارة. كلنا طبعا عارفين ان ربنا لم يخلق عبثا انه الخصية تبقى خارج الجسم. ليه؟ لانه الحرارة العالية اللي هي 37 حرارة جسمنا مضرة جدا 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 بالحيوانات المنوية، فربنا خلاها بره عشان تتهوى. طيب تقوم انت بقى حضرتك تعمل ايه؟ تلبس جينز ضيق جدا وتفضل قاعد بالساعات، وممكن كمان تكون ضامم رجليك على بعض، كارثة. تحط حضرتك اللابتوب على رجلك بالساعات، كارثة. المصيبة الكبيرة بقى الموبايل اللي انت حاطه في جيبك القداماني، زي ما تكون قاصد تسخن الدنيا حواليه. الحكاية دي مأثرة على شباب كتير جدا جدا جدا. دي أسباب نمط الحياة اللي تبان إنها تافهة، بس كلها على بعضها كده خلتنا قدام الحقيقة المرعبة دي. طيب يا ترى عملت ايه مع الشباب دول؟ رغم ان هم apparently كده هم داخلين عليا ما كانوش تخان، لكن كلهم مكرشين، عندهم دهون مركزيه في المنطقه دي مأثره وملخفنه كل هرموناتهم. علمناهم يعملوا رياضه منتظمه، بعدنا خالص عن الجانك فود، بعدنا خالص عن الدهون المهدرجه والمشبعه، بعدنا خالص عن السكر الصريح والسكر المخفي. احسن حاجه لكفاءه الحيوانات المنويه الدهون المفيده، زيت الزيتون والزبده والسمنه الطبيعيه والمكسرات النيه الغير محمصه. كمان علمتهم ازاي اكلهم يبقى فيه كل الالوان. معنى ان انا بغطي كل السبيكترم بتاع الالوان ان انا باخد انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده، وباخد حاجه اسمها فايتو نيوترينت بتشتغل في حاجات كتيره جدا، وظائف حيويه كتير جدا، من ضمنها الموضوع اللي بنتكلم عليه. عملت تحاليل، ولما لقيت عند اي حد نقص صلحته، لكن اديت المكملات بتاعه السبورت بتاع الموضوع ده تحديدا. الزنك لا غنى عنه، فيتامين د، فيتامين اي، اوميجا 3، وكو انزيم كيوتين. هي دي الخطه
خطة تغيير نمط حياة الشباب دول علشان نلحقهم من الخطر الفظيع اللي هم كانوا فيه. مش عايزة أقول لكم يعني بعدها بكام شهر جالي العريس وقال لي أنا بقيت زي الفل ومراتي حامل، وعقبال كل بقية الشلة. أشوفكم في حلقة جديدة من كوباية شاي وحدوتة أقل تخويفا من هذه الحدوتة.